قرية قراقوز الكردية من عشيرة الكيتكان، وعشيرة عربية دمالخة، سكنوا أثناء توزيع الأراضي الإقطاع في المنطقة. عدد سكانها 250 نسمة. مساحة القرية 700 هكتار تقريبا. تتبع لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين. تحد القرية من جهة الغرب قرية صندرة، ومن جهة الشرق قرية قنطرة، ومن جهة الشمال قرية تل شعير وطاط حمص، ومن جهة الجنوب قرية زادية وقدريش. تبعد عن حلب شمالا 43 كيلومتر، وعن أعزاز شرقا 25 كيلومتر، وعن أخترين شمالا 9 كيلومتر. تشتهر القرية بدرجة الأولى بزراعة القمح السقي والبعلي والشعير والعدس والكمون وخضروات بجميع أنواعها، وخاصة البطاطا والبصل، وكروم من شجر الفستق الحلبي والرمان. القرية يمر من جهة الغربية نهر القويق، وأغلب أهالي القرية يعملون بتربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر والدجاج البلدي. تعرضت القرية إلى تغيرات ديمغرافية عبر التاريخ، أثناء احتلال العثماني وبعدها أثناء الحزام العربي، والآن في كل مراحل تغيرات في شمال حلب، أولها أثناء سيطرة الفصائل المعارضة، وبعدها أثناء سيطرة داعش. خروج أغلب العوائل الكردية من القرية من ضغوطات داعش عليهم بحجج أكراد كفرة. وفي مراحل سيطرة الفصائل المدعومة من الدولة التركية، خرج بعض العوائل إلى مناطق الجزيرة ومنبج وفافي وحلب، وبعض من الأهالي الهجرة إلى أوروبا. تم استيلاء على أملاكهم ومنازلهم، وسكنوا فيها عوائل مرتزقة من كافة مناطق سوريا. المعلومة من أحد أشخاص سكان القرية، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.